انت للاسف الشديد احنا هن على انفسنا فهن على الاخرين. انا ما ازعلش من الاخر انه بيهني، لان انا هنا مهان. يا سيدي الفاضل، في حاجه واحده بس، في ناس بتسافر من هنا في قلب المراكب لليونان وايطاليا وتركيا، مش كده برضو؟ طبعا. وهو عارف 1,000,000% بيدفع له 50-60 الف جنيه وسالفهم وبايع صيغه امه، وللاسف الشديد يعلم تماما 90% هيغرق في البحر و10% هينجو. ايه السبب؟ ما قداموش بديل. لا، عنده امل هنا وهيروح هناك هيعامل بمنتهى المهانه. انت هنا قتلت الامل، قتلت الطموح عنده. هي دي الاشكاليه. ليه؟ الاشكاليه ما هياش ان رايح يشوف شغل هناك، الاشكاليه ان عارف هيروح يشتغل مرمطون النهارده في الفندق، بس عنده امل بكره ان يبقى مدير الفندق، بعد بكره يبقى صاحب الفندق. انت هنا ما عندكش امل في حاجه. هو ده الناس خلال الثلاثه عقود الماضيه، ال30 سنه، ال10,950 يوم، ال368 يوم من حكم الرئيس المعزول. انت قتلت الامل والطموح عند الناس، تخليه يطلع يهرب بره افضل من اي حاجه. للاسف الشديد رغم وجود الامكانيات الماديه والمقومات البشريه والماديه لجمهوريه مصر العربيه التي تجعلها في مصاف الدول المحترمه، وهذا كلام على ارض الواقع، بس للاسف انت عند حضرتك مسؤولين مغيبين بمنتهى الامانه. اقسم بالله العظيم ناس مغيبه، ولو في قانون صح وفي كلام صح الناس دي تتحط في السجون.